السلام عليكم خواتاتي وبناتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم درت لكم روتيني اليومي، درت كاع النهار. نخليكم على الفيديو فرجه ممتعه. هنايا بديتها بالفطور، درت طاجين تاع اللوبيا خضراء وعجينه الخبز. نخليكم على المقادير. هنايا درت حبه طماطم ربيتها، درت حبه بصل تاني قطعتها شرائح، درت 4 مغارف زيت. وهنايا درت نص ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، زعفران وزنجبيل، وملعقه صغيره تاع ملح. ورميت معاهم طرف تاع اللحم مغلمي، مرقت ودرتهم يطيبوا. وهنا كنت نسيت حليت الكوكوط، رميت ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره ودرتهم يطيبوا. والطاجين تاعي صاي طاب، جبت حفنه حمص ودرتها فيه، الحمص كان طايب. والطاجين تاعي هنا صايره طاب، وكنت تاني عجنت الخبز راه طاب وحطينا وفطرنا. وبعد اللي فطرنا الحمد لله تحتك يا ربي على هاد النعمه، وجدنا رواحنا ورحنا للعقيد الكريمري باش نريحوا شويه رصالنا. هنا وصلنا للعقيد، دخلنا الكريمري ودينا هاد لي كوب تاع لا كريم. ومن بعدها قلنا نروحو نتمشوا شويه، غير الدار بزاف علينا. كملنا الجوله تاعنا ولينا للدار، ودخلنا الكوزينه كالعاده والعوايد باش نديروا الحشا. درت هنايا 2 حبات بصل كبار ربيتهم، ودرت 2 فلفل حار وخليتهم يتقلوا. ودرت ملح، فلفل اسود، شويه كاري وشويه تاع زنجبيل، و4 مغارف زيت ومغرف صغيره تاع ملح، ونخليهم يتقلوا. وهنا زدت معاهم 2 حبات طماطم كبار يعني ربيتهم وزدتهم نخليهم معاهم يطيبوا. كي طابوا زدت معاهم مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. هنا بالنسبه للمقادير عندي الكاس الاول تاع سميد، الكاس الثاني، الكاس الثالث. سميد يكون رقيق. وهنا نزيدو نص كاس سميد يكون خاشن. هنايا مغرف خميره كيميائي، خميره خبز. هنا درت مغرف صغيره تاع سكر. نزيدو هنا نص كاس تاع زيت. وهنا نضيفو في الماء. هنا زدنا كاس تاع ماء دافي، نخلطو حتى نتحصلو على عجينه طريه. هنا نديرو ملعقه صغيره، نديرو هنا ملعقه صغيره تاع ملح. نكملو بعد الكاس تاع الماء. وهنا نزيدو نكبو نص كاس تاع ماء دافي، ونبقاو نضيفو غير بشويه ونشوفو حتى نتحصلو على عجينه طريه.
هنا ندلكو العجينه حوالي 3 دقائق. ونقسموها الى كرات. هنايا قسمناها الى 6 كرات باش نتحصلوا على 3 خبزات. ندو العجينه الاولى نبسطوها، نديرو شويه تاع فرينه في بلون طرافاي ونحلوها على شكل خبزه. نديرو هنا الشكل دائري. هنايا حلينا 2 خبزات بنفس الطريقه، ونجيبو هنا الحشو ونديروه كاع في الوسط، يطالوه مليح. وهنا نجيبو فروماج غابي نديروه كاع من الفوق، ونزيدو نديرو فوقه هذيك العجينه اللي بسطناها، نقفلو مليح الجوانب باش الحشوه ما تخرجش من نبقاو نطيبو فيها. وهنا هذيك الخبزه اللي تحصلنا عليها من الجوانب قاع نطووها باش الحشوه ما تخرج. هنا بعد اللي كملت الخبزه سويت لها كاع الاطراف، راني مسخنه الطاجين هنايا ونديرها فيه باش تطيب على نار متوسطه. كي نحطها في الطاجين نزيد نسقدها. ومن بعد نجيب الفرشيطه ونبقى هكا نثقب فيها باش تتنفس. نواصل بهذه الطريقه تنكمل كاع هذوك الخبزات. هنا الخبزات تاوعنا طابو جاو ما شاء الله، كوجبه خفيفه للعشاء. درت معاهم سلطه ومن بعد رفقتهم بشويه تاع الديسير سالاد دو فروي.